السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض ايه بقى؟ هنعمل حاجة حلوة قوي ان شاء الله هنشوفها مع بعض. دول كوبايتين نشا. طبعا النشا لما بنيجي نفضيها كده هي بتطرطش كده وبتاع يعني. 6 بيضات، طبعا في بيض يبقى فيه فانيليا، وكوباية سكر. بس كده، هي دي مقاديرنا. كوبايتين نشا و6 بيضات، دول 4 و2 كده في قلب الطبق تحت هما. هنفصل الصفار عن البياض، سهل اوي ان احنا نفصلهم من بعض لما نكسر البيضة وبنصصها من هنا لهنا، او ممكن نحطها في ايدنا البياض بينزل لوحده. بس اهم حاجة يكون البياض ده مفيهوش ولا نقطة صفار واحدة عشان يطلع ناجح يعني. طبعا بنحط برضو فانيليا على البيض، على بياض البيض. هيبقى بالطريقة دي كده طبعا، ونضربه مع ذرة ملح بسيط قوي قوي. بنات ايدينا كده بنحطها على بياض البيض مع الفانيليا ونضربه على اعلى سرعة. ما نحاولش ان احنا نبطئ المضرب ونرجع تاني نشغله. على اعلى سرعة عشان يدينا الفوم ده بتاع بياض البيض. احنا كده فصلنا البياض عن الصفار. هنعمل مع بعض احلى تورتيه لاحلى بنوتة. هنفصل الصفار عن البياض طبعا بتانية على اعلى سرعة يعمل فوم زي ما حضراتكم شايفين كده. هي كل مقاديرنا 6 بيضات، وطبعا في بيض في فانيليا، ومع كوباية سكر وكوبايتين 2 نشا. طبعا حبايبنا اللي معرفوش النشا يعني ايه في الدول العربية، اللي هي الكورن فلاور. كورن فلاور اللي هي برضه احنا بنقول عليها في مصر النشا، هم عندهم بيقولوا كورن فلاور النشا. هنعمل طبعا التورتاية النهاردة بتاعتنا هنعملها بالنشا بس، عشان حبايبنا اللي عندهم حساسية ضد البلوتنج اللي بيبقى في القمح. طبعا والعيش اللي احنا بناكله او القمح اللي بيتعمل منه العيش بيبقى فيه مادة كده اسمها البلوتنج، دي بتأثر على ناس لو عندهم حساسية، ما ينفعش ياكلوا العيش العادي يعني. فطبعا النهاردة هنعمل لهم احلى تورتاية بالنشا، او الكورن فلاور زي ما حضراتكم بتقولوا عليها برضو في الدول العربية. طبعا هنفصل الصفار عن البياض ونضرب البياض على اعلى سرعة بالمضرب، ونحط الصفار بقى واحدة بواحدة كده. ما ينفعش نحط كله مرة واحدة علشان نحافظ على الهواء اللي احنا حطيناه فيها البياض البيض. هنعملها كده بالتناوب، نضرب صفار البيض على البياض واحدة بواحدة كده، ونتأكد ان خلاص الصفار اتضرب وداب خالص. هنحط اللي بعد منها كده بس كده. بصوا بقى، ولا زيت ولا زبدة ولا اي حاجة خالص في التورتاية دي. وان شاء الله النتيجة في الاخر هتطلع حلوة قوي قوي وترضيكم في الاخر. طبعا هي خفيفة جدا جدا. طبعا تنفع اي حاجة، تنفع برضو صيامي، تنفع ان احنا ناكلها كده خفيفة. حبايبنا المرضى السكر ممكن ياكلوا منها كويس او مش هتضرهم ولا حاجة. ممكن يستغنوا عن خطوة الكريمة، ممكن يجيبوا الكريمة من غير اللي هي غير محلى يعني. في كريمة ما عليها السكر ولا حاجة، بتتضرب عادي وبتستعمل عادي. يعني ما شاء الله التورتيه دي مفيدة جدا جدا في حاجات كتير. وان شاء الله اتمنى تجربوها. وبقول لكل حبايبنا في كل الاسر كل سنة وهم طيبين واحلى بنوتة عندنا. طبعا مواليد شهر 11 ما شاء الله في العيلة، ولاد اخواتي ريتاج ودعاء ومسك، ما شاء الله. بقول لهم كل سنة هم طيبين، مواليد شهر 11. احلى تورتيه لاحلى بنات في العيلة، وربنا يا رب يبارك في عمرهم ويديهم الصحة وكل سنة وهم طيبين يا رب، دايما كده في صحة وعافية. طبعا مش هينفع نحط برضو كوباية السكر، بنحطها بالتدريج. نحط معلقتين بمعلقتين كده، نتأكد ان هي السكر داب، وبعدين بنحط الباقي يعني. بس كده، ما ينفعش نحط السكر مرة واحدة علشان طبعا ما يهبطش او يهبط الفوم اللي احنا عملناه ده. بنحط السكر بالتدريج، معلقتين بمعلقتين كده، وبنضرب ونتأكد ان خلاص اتضرب وداب وخلاص. بنكمل بقية الكوباية السكر. هي مقاديرنا سهلة قوي قوي. كوبايتين نشا وكوباية سكر و6 بيضات. ممكن برضو لو البيض كبير يبقوا 5. طبعا وفي فانيليا وبس كده. هنضرب بقى طبعا نمشي مع بعض خطوة بخطوة زي ما حضراتكم شايفين كده. اهم حاجة بس يعني ايه، هي طبعا لو بالمضرب اليدوي هتتعبنا شوية، لكن بالمضرب الكهربائي بتبقى حلوة جدا جدا وبتدي الفوم العالي ده. طبعا هو احنا نقلناها في طبق اوسع علشان الطبق التاني كان اصغر شوية.
هنحط برضو، خلصنا مرحلة السكر، هنحط معلقة النشا برضو، معلقة بمعلقة كده، ونحاول بقى نبطئ المضرب شوية علشان النشا بيعفر يعني، زي ما احنا بنقول، مش زي الدقيق. الدقيق بيبقى اركش شوية. بس كده، وبنبطن طبعا الصينية وبندخلها الفرن. بصوا قد ايه ما شاء الله، يعني طالعة جميلة وطالعة هشة. وطبعا سيبناها لما بردت خالص. وطبعا المقدار ده يعني ما شاء الله ارتفاعه اكتر من 10 سنتي. فانا بصوا جمالها وبصوا لونها. انا قسمتها 3 طبقات زي ما حضراتكم شايفين كده. هي طبعا في صينية بتبقى الصينية بتبقى من 22 ل25 رقم الصينية يعني. هي بتبقى في صينية أضيق شوية علشان تدينا الارتفاع ده. طبعا هنسقيها بقى. طبعا دي مية بسكر عادية، أو لو عندنا سيرب. بس هي بتبقى مية بسكر، بتبقى حلوة جدا جدا يعني. بس كده. طبعا دي ايه بقى؟ دي الكريم شانتيه اللي احنا ضربناه مع بعض. لو احنا طبعا حبايبنا اللي ما بيحبوش الحاجه مسكره، او عاملين دايت، او مش عايزين ياكلوا حاجه مسكره، بيجيبوا الكريم شانتيه ده فيه غير محلى معلقه سكر خالص، بيتضرب عادي يعني. بس هو مش بيبقى سكره قوي يعني، بيبقى السكر بتاعه معقول. هنحط طبقه بطبقه، وكل طبقه بنحطها بنفرد عليها الكريمه. هتبقى بالطريقة دي كده طبعا. ونوزع. حابين برضو بالمرحلة دي بدل الكريمة ما هي بيضة، نحط كريمة عليها شوكولاتة او عليها كاكاو عادي. بنحط معلقتين كاكاو على الكريمة البيضة دي لو احنا حابينها لون الشوكولاتة او البني وكده. ممكن نحط على الكريم شانتيه ده، بنحط طبعا بنحط كاكاو، بيدينا الطبقة اللي هي البني اللي هي بالشوكولاتة يعني. لكن احنا النهاردة هنعملها بيضة كده عشان بناتنا وكده، فهتكون بنفس اللون وبنفس الطريقة دي. بنعملها طبعا بالتناوب. الذوق ده يرجع لحضراتكم. هيبقى بقى بالطريقة دي كده. بنحط طبعا اي لون صح عندنا، لون احمر، لون بينك. يعني انا كنت قصدي تكون بينك، بس اللون جه كتير شوية. بيدينا اللون ده، وبتبقى بالطبقات وبتبقى بالارتفاع ده. وان شاء الله اتمنى تجربوها. وكل سنة وكل حبايبنا في العيلة بخير وصحة، وربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم، ويخليلكوا اولادكم اللهم امين، وتشوفوهم زي ما بتتمنوا ان شاء الله. هتطلع بقى بالطريقة دي وبالجمال ده كده. وبتتحط برضو بعد ما بنزوقها كده، بتتحط في التلاجة تسقع، وتقدموها بألف هنا. بتبقى بقى بالطريقة دي كده. وطلعت يا رب ان شاء الله تعجبكم. بصوا ارتفاعها وبصوا شكلها جميلة، وما كلفتناش كتير. طبعا النشا يعني رخيصة جدا. البيض متوفر، ما في الزيت، ما في الزبدة. برضو يعني التورتية ديت نعملها وناكلها مثلا على طول. هي بتبقى خفيفة جدا 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 يعني. بس كده زي ما حضراتكم شايفين. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتحطوا لايكات على الفيديو. وشكرا على الاعجاب، وشكرا على التقدير. ما تحرمش منكم ابدا. بصوا الطبقات وبصوا الارتفاع قد كده طرية، وقد كده طبعا. الزوايا يرجع لحضراتكم. ممكن نحط بدل البن الاحمر ده بنك، ممكن نستغنى عنه خالص. بس انا عشان هي للبنات فحبيت اديها لون كده يعني. ان شاء الله يا رب تعجبكم يعني. وبألف هنا، وخفيفة جدا جدا، وأتمنى تجربوها. وبص الارتفاع جميلة وموفرة. وبألف هنا. وسلام عليكم. كل سنة وحضراتكم طيبين. سلام عليكم.